الشريط بتاع البيل الرقبة، الشريط بيبقى عرضه 3 سنتي او 4 سنتي بالكتير. ده علشان فستان بكتف، فهجيب هقص الشريط طويلة كده نفس مقدار الرقبة، عرضها 3 سنتي او 4 سنتي. طيب، فانا جيت هنا اهو عند الرقبة، رحت فاتحة حتة كتف صغيرة اهي عشان ابتدي ان انا اركب منها البي بتاعي. الشريطة المفروض ان هي تبقى 3 سنتي 4 سنتي بالكتير، لا تبقى اقل ولا اكتر. ممكن اعملها بكذا طريقة. انا ممكن اروح عاملاها كده حتة متنية والوش بتاعها في الوش بتاع الفستان، وهبتدي اخيط، فلما هقلب كده بقت بالشكل ده. يا اما ممكن انا اروح عاملة ايه، اروح جايبة برضو الوش في الوش كده، وش البيه في وش الفستان، وهروح مخيطة كله. فلما هقلب بقت بالشكل ده اهي من قدام. هاجي بقى من ورا اعمل حاجه اسمها رد البيه، هرده، هروح جايبه دي اروح تانياها نص سنتي كده، وبعدين اروح تانياها بالشكل ده واخيط. لان انا لو عملتها كده فما بقتش نظيفه، فلا بروح جايباها نص سنتي صغنن كده واروح عاملاها وامشي بيها على المكنه واحده واحده هتظبط. هبتدي اهو ان انا افرد الياقه بتاعتي البيه بتاعي، وافرد الفستان بالشكل ده وامشي على 1 سنتي بس. انا سايبه البيه بتاعي، سايبه الشريط طويل ما قصرتوش، لان انا كده كده مفتوح، فهاخد اللي انا عايزاه والباقي ارميه. غير طبعا لو حاجه مقفوله لا بتقصي على قدها بالظبط بالشكل ده اهو. اهو كده خلصت معايا الياقه بتاعتي. فاضل ان انا ايه، اقفلها. هجيب اللي هي الناحيه التانية اللي انا سايباها زياده اهي، بالشكل ده، وهروح جايبه بقى الكتف بتاعي ارجع اقفله تاني اهو. كده بقت الرقبه قد بعضيها، وده الكتف اهو، اروح راجعه قافله الكتف بتاعي تاني اهو. بصوا الياقه بتاعتي بقت قد بعضها وما فيهاش اي مشاكل. اروح قافله الكتف بتاعي عادي كده. قفلتها اهي الياقه بتاعتي، قفلت الكتف بتاعي، فبقوا الاتنين على بعض. ايوه حسبي هو كان بدوران ولا ايه؟ بس هو اهي بعد ما ركبت بالشكل ده. هنا دي بصوا خياطه الكتف اهو. فانا لما اجي دايما اركب اي رقبه اعملوا حسابكم ان انتوا تبداوا من الكتف، ما تبداوش لا من قدام ولا من ورا. طبعا كل ده هيتنضف اوفر في الفستان بتاعي. طيب هسيب بقى دي كده؟ لا، هروح جايه من هنا مثلا اروح عامله زي خياطه شيمه كده هنا على الطرف بتاع الياقه، فانا وقفتها. طب انت عايزه تداري الياقه خالص، ممكن اروح جايه عامله كده واروح مدخلاها لجوه ومخيطه، فبقت كده الياقه. عايزه تسيبيها كده براحتك. الشكل الجمالي في الاخر انت اللي بتختاريه.